اهلا وسهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة. النهاردة قررت ابدأ سلسلة جديدة اشرح فيها ازاي تبدأ صناعة المحتوى من الصفر، او ازاي تعمل الفيديو بتاعك من البداية للنهاية، من اول لما كان فكرة لغاية ما رفعته على اليوتيوب او على اي منصة. خلينا نقول ان اي فيديو حلو انت بتشوفه من اي قناة كبيرة بدايته بتبقى مجرد فكرة بسيطة، والفكرة البسيطة دي بتبقى بدايتها الورقة والقلم. اي صانع محتوى ناجح كان بدايته الورقة والقلم، بيبدأ يبني الفكرة واحدة واحدة. الفيديو الجميل اللي انت بتشوفه في الاخر ده بيكون بعد تعب طويل جدا جدا، وبعد مراحل كتيرة ما ينفعش يكنسل اي مرحلة فيها. النهاردة انا هبدأ معاكم بالخطوات او الاوتلاين اللي المفروض ان احنا بنرسمها عشان نمشي عليها خطوة خطوة لغاية ما ننتج الفيديو في الاخر. مبدئيا كده حضرتك اول حاجة بتجيلك الفكرة عن الفيديو اللي انت هتعمله، وطبعا زي ما قلنا لازم يبقى داخل المحتوى اللي انت عايز تعمله، ما ينفعش تجيب اي فكرة خارج المحتوى. حضرتك بتجيب الفكرة بتبقى مجرد فكرة خام، وتكتب اي معلومة عشوائية بتيجي على دماغك. انت هنا على الورقة والقلم اعمل اللي انت عايزه، المهم تطلع الشكل منظم في الاخر. يعني مبدئيا خلينا نقول ان احنا هنعمل مثلا فيديو لقناة تانية انا شغال عليها برضو عن مثلا تنظيم الوقت، فاحنا هنكتب العنوان الرئيسي تنظيم الوقت. ومش ده العنوان اللي هتكتب على الفيديو، انا بعمل بس عنوان كده عن الموضوع اللي انا هشتغل فيه دلوقتي. وحدد وقت الفيديو هيبقى قد ايه تقريبا، يعني على الاقل لازم نبقى عارفين ان احنا شغالين في فيديو مثلا مدته حوالي من 3 ل5 دقايق، يعني ما هواش فيديو شورت، هو فيديو حوالي من 3 ل5 دقايق، يطول دقيقة يقصر دقيقة مش مهم، لكن ده الوقت التقديري. تاني حاجة هنكتب العناصر او العناوين كده الرئيسية اللي هنتكلم عليها. يعني وليكن الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن 3 عناوين رئيسية، وكل عنوان هنتكلم عن تفاصيله. يعني العنوان الرئيسي عن الموضوع ده كده على سبيل المثال هنقول ايه هي فوائد تنظيم الوقت. تاني عنصر رئيسي احنا ليه بنفشل ننظم وقتنا. تالت عنوان رئيسي ايه هي الخطوات اللي هنمشي عليها عشان نقدر نوصل لوقت منظم. دلوقتي احنا كتبنا العناوين الرئيسية، نبدأ بقى نتكلم ونكتب السكريبت بتاعنا واحدة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة لغاية ما نخلص السكريبت كله، بس بقينا عارفين العناوين الرئيسية عبارة عن ايه. لان في بعض المحتويات ما بينفعش ان احنا نقرا السكريبت، بنبقى محتاج ان احنا نبقى عارفين العناوين الرئيسيه. يعني احنا بنصور نبقى عارفين احنا هنتكلم على اول نقطه كذا، فانت تفتكر اول عنوان رئيسي وتبدا تتكلم انت من دماغك. وكل محتوى بيبقى ليه سيستم مختلف، وكل صانع محتوى بيمشي على اللي يريحه. في واحد تاني بيبقى عايز الكلام قدامه موجود قدامه ويقراه واحد ورا التاني ورا التالت، مع ان هو اللي كاتبه بس بينسى نقط كتير او بيجي قدام الكاميرا بيتلخبط. واحد تاني عايز العناوين الرئيسية بس مجرد يفتكرها وهيعرف يقول الكلام اللي تحتيه. وفي واحد تالت اصلا الكلام ده كله بعد ما بيكتبه بيحفظه كله وبعد كده يقدر يقوله قدام الكاميرا. كل واحد ودماغه، بس الصفة المشتركة في دول كلهم انه بيسرد الافكار دي كلها على الورقة. تاني حاجة وانت بتكتب السكريبت، دي حاجة معلومة مهمة جدا، بداية المونتاج بتبدأ وانت بتكتب السكريبت بتاعك. انت شوف متخيل وصلت لايه وانت قاعد بتعمل السكريبت، انت بتتخيل مع كل جملة ايه اللي انت هتعمله في المونتاج. هل الكلام اللي انت بتقوله بيتطلب انك تضيف حاجة اسمها بي رول، يعني فيديو كده جانبي وهنبقى نتكلم عنه في مرحلة المونتاج؟ هل الكلام اللي انت بتقوله محتاج تضيف موسيقى مثلا او حاجة مؤثرات صوتية؟ هل محتاج تضيف اي رسوم توضيحية مع كل جملة انت بتكتبها؟ لو محتاجة حاجة معينة في المونتاج خاصة بيها لازم تكتبها جنبها، لان نفس الورقة اللي انت منظم عليها هي نفس الورقة اللي هتبقى جنبك وانت بتمنتج. وخلي بالك ان صناعة المحتوى ده فن، ده اسمه فن صناعة المحتوى، لا يقل قيمة عن اي عمل فني انت بتشوفه، لان هنا انت اللي صاحب الفكرة وانت المؤلف وانت اللي بتنظم السيناريو وانت اللي بتعمل مونتاج وانت اللي بتصور بنفسك وانت اللي بتظبط الصوت بنفسك، وانت في الاخر اللي بتشكل الفيديو كله على مزاجك. يعني حضرتك كمان المخرج، كل ده وحضرتك اساسا البطل الرئيسي، سواء هتظهر بنفسك او حتى من غير ظهور، حتى لو هتتكلم بصوتك بس فانت برضو البطل، فانت اللي قايم بكل الجوانب دي. فالجوانب دي كلها مش سهلة،
انت مش هتفتح الكاميرا وتقعد تصور وتقوم رايح على الكمبيوتر تمنتج لا، الخطوات دي كلها خطوات معقدة وصعبة، فعشان تسهلها على نفسك لازم تبقى منظمة ولازم تبقى كاتبها واحدة ورا التانية. مع الوقت ومع الخبرة وبعد ما تبقى ناضج شوية في الموضوع، انت في بعض الحاجات ممكن تكنسلها لان انت ما عندك الخبرة الكافية انك تقدر تنظمها. لكن مهما كان عندك الخبرة مش هتقدر تكنسل الا مثلا 50% من الحاجات اللي بنعملها، لكن 50% التانيين هتفضل زي ما انت. حتى لو القناة بتاعتك فيها 10 مليون هتفضل تعمل برضو 50% من الخطوات دي. طيب بعد ما خلصت كتابة السكريبت بتاعك والخطوات بتاعتك، لازم ترجع تاني لمرحلة المراجعة، تبدأ تاني تقرأ الكلام اللي انت كتبته واحدة ورا التانية. لان حضرتك وانت شغال في حاجة كده اسمها توارد افكار، يعني الافكار بتيجي ورا بعضها بشكل عشوائي مش مرتبة. وفي نفس الوقت انت ممكن تكون بتبحث عشان تجيب مصدر معلومة معينة هتقولها، او تجيب معلومة معينة انت مش عارف تفاصيلها كويس فبتبحث عنها فبترجع تضيفها على الورق. فضروري جدا انك تراجع كل اللي انت كتبته عشان لو لقيت المعلومات مش مترابطة تقدر تنسقها تاني. لان حضرتك بعد ما بتقوم من القعدة دي المفروض انك بتنتقل لمرحلة التصوير، المرحلة اللي هتبقى قاعد فيها قدام الكاميرا ومشغل المايك ومظبط الإضاءة بتاعتك ومهيئ الجو للتصوير. فما ينفعش نهائي وانت قاعد بتصور تتفاجئ ان في حاجة مش متظبطة ولسه هتقفل كل اللي عملته ده تاني وترجع تظبطه. يا اما هتبقى حضرتك مشغول بالتصوير فممكن تقول كلام انت مش واخد بالك انك عامله بشكل مش مظبوط او كلام منعكش. فالمراجعة مهمة جدا جدا، وممكن وانت بتراجع اصلا في افكار تنضج اكتر واكتر وتطلع افكار احسن يبقى شكلها افضل في الاخر. ممكن الكلام اللي انا بقوله يعني يبان ان هو كليشيه شويه، بس والله العظيم اكبر القنوات بتعمل اللي انا بعمله ده. طيب زي ما قلت لكم الكلام اللي احنا بنعمله ده انا هطبقه من البدايه للنهايه، وفعلا هعمل على القناه التانيه الفيديو بتاع تنظيم الوقت ده. فانا دلوقتي هقعد اعمل السكريبت عشان كل حاجه تبقى جاهزه لمرحله التصوير. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. كده انا الحمد لله خلصت كتابة السكريبت، تقريبا بقالي حوالي ساعة الا ربع. كتبت السكريبت وحددت العناصر الرئيسية وحددت كل مكان للبي رول اللي هيتضاف، وعرفت شوية تريكات كده المفروض انها تتعمل على المونتاج وحددتها كتبتها. وزي ما انتوا شفتم كده كنت اوقات كتير ببحث لان في بعض المعلومات اللي بكون مش متأكد منها فببحث واشوف معلومات عنها اكتر واتأكد في بعض المراجع العلمية او بعض المصادر، لان يعني زي ما انتوا عارفين ان الكلام اللي هيتقال هكون مسؤول عنه. يعني هتبقى حاجة صعبة جدا ان انا اقول اي معلومة غلط لأي شخص ممكن إذ ربما ان هو يمشي عليها، فانا اتحاسب عليها. فلازم الكلام اللي انا اكون بقوله لازم اكون متأكد منه واثق منه، ولو مش واثق منه اتأكد وابحث، مش مشكلة نتعب شوية مفيش مشكلة، بس الكلام اللي يتقال في الاخر للناس لازم يكون متأكدين منه ولازم يكون سليم. كده خلاص انا خلصت اول مرحلة. المفروض المرحلة الجاية هي مرحلة التصوير، هننتقل بقى لمرحلة التصوير وتظبيط الإضاءة وتظبيط الصوت. فانت كمان امشي معايا خطوة بخطوة، لو انت عندك بعض المعلومات الناقصة تقدر تمشي معايا خطوة بخطوة. عايزك الحلقة الجاية في الحلقة بتاعة التصوير تكون مجهز اول خطوة زي ما عملنا وتجهز السكريبت بتاعك ويكون جاهز بحيث ان احنا نمشي مع بعض لغاية اخر السلسلة، تكون انتجت اول فيديو ليك بطريقة احترافية. ولو عجبك الفيديو ياريت تدعمني بلايك وسبسكرايب، وما تنساش طبعا كومنت تقولي رأيك في الفيديو ايه. سلام.